هو ايه اللي ممكن يحصل لو سلسلت جن؟ طب الكلام ده هيحصل ازاي اصلا؟ القصة دي حصلت لشخص من 50 سنة. في يوم من الايام الشخص ده والدته تعبت فخرج علشان يجيب لها علاج، وكان في وقت متاخر جدا، وعلشان هو كان خارج متاخر فخد معاه المسله. واللي ما يعرفش المسله دي هي عباره عن ابره خياطه كبيره، والناس كانت بتستخدمها كسلاح لمواجهه الجن. الراجل بعد ما اشترى العلاج من الصيدليه وهو راجع لقى كلب واقف قدامه، بس الكلب ده ما كانش طبيعي ابدا، كلب غير كل الكلاب. الكلب ده كان غريب لانه كان واقف على رجلين الاتنين اللي ورا وعينيه بتطق شرار. الراجل عرف اللي فيها وقال له الله يسهل لك يا عم، لا تاذيني ولا اذيك. وعلشان هو جن رزل ما خلاش الراجل يعدي. الراجل قال بسم الله ورشق المسله في جسمه اللي هي ابره الخياطه اللي قلت لكم عليها. الجن في ثواني معدوده اتشكل في شكل كل الحيوانات اللي ربنا خلقها، بس في الاخر رجع لشكل الكلب. وفجاه نطق وكلم الراجل وفضل يترجاه ان هو يشيل المسله من جسمه، لانه كان فاضل على اذان الفجر دقايق بسيطه. والراجل لو ما شالش المسله من جسمه قبل اذان الفجر الجن ده هيتحرق وهيبقى رماد. الراجل فضل زله شويه وقبل اذان الفجر راح شالها من جسمه. وقتها الجن سبه بكل الالفاظ وحول عليه طوب الشارع كله لحد ما موت الراجل. فخلي بالك وما تخرجش بالليل لوحدك.